من ولد بيجلي صحون لواحد من أهم الفنانين بالوطن العربي. شمية نرد هيدا تعبي هيدا تعبي. الشامي أو اسمه الحقيقي عبد الرحمن فواز. هذا الفنان اللي من مواليد 2002 وبدايته بالوسط الفني والغنى كانت في سنة 2021. قدر بسنوات قليلة يحقق إنجازات فريدة من نوعها رغم الظروف الإنسانية اللي تعرض لها في بداية مشواره، إلا إنه قدر يصنع بصمة موسيقية خاصة فيه ويسوي أغاني بروح شامية وبآلات شامية مع دمج آلات غربية، ومن غير أي تعليم بالوسط الفني أو دراسة موسيقى سوى نمط صار يقلد من فنانين غيره. رميتني نحصاني ويا عمي مناخية. الإنجازات اللي حققها الشامي بمشواره الفني وايد، ولكن أبرزها إنه أخذ 4 جوائز من بيلبورد عربية، ودخل موسوعة جينيس كونه أصغر فنان يوصل المركز الأول في قائمة أفضل 100 فنان في بيلبورد. وقبلهم ب 2023 خذ جائزة جوي أوورد لأفضل أغنية واللي كانت يا ليل يا العين. أما أحدث إنجاز فقاعد نتكلم عن قناة الشامي في يوتيوب من شهر 8 2024 إلى شهر 8 2025. عدد مشاهدات قناته وصلت لأكثر من 1 مليار مشاهدة. كل هالإنجازات حق فنان ما عنده أي ألبوم غنائي كامل نزل له، ولكن قدر بفترة زمنية قصيرة يحقق